أهلا بكم من جديد. إلهام يوسف ربة منزل. يوم تصوير التقرير للحلقة في منزلها ذهبنا وكانت المفاجأة أن العلاقة الزوجية كادت أن تنهار، ولا أعلم إذا كانت أو كان موضوع الحلقة هو السبب أو هناك مواضيع أخرى. دعونا نرحب بإلهام ومن ثم نتعرف منها على كل الأسباب وعلى كل الخلافات اللي ربما أن يكون فارق السن بينها وبين زوجها أيضا من تلك الأسباب الخلافية. إلهام أهلا بك. ازي حضرتك؟ مساء الخير. ازي حضرتك؟ أخبارك؟ ازي حضرتك؟ تفضل تفضل. دعونا نرى هذا التقرير ونعود. هو اصغر مني بحوالي 4 سنين. انا برفض ان انا اتجوز واحد صغير، بس ما اعرفش ازاي. يعني انا قعد يقول لي مش مشكله السن، وايه 3 4 سنين مش مشكله وكده. قلت بقى هو ما كانش متجوز خالص، ما اتجوزش. وبعد كده بقى لي 7 سنين معاه في مشاكل، بس انا جبت 3 اطفال منه. يعني انا لما جت قالت لي ان مصطفى تقدم لي وعايز يتجوزني، وهو اصغر مني ب4 سنين، قعدت اضحك وما صدقتش. ما كانش في تخيلنا خالص انها ممكن تتجوز. رسم لها الحياه وردي، بيقول لها كلام حلو، بيجيب لها ورد، يجيب لها هدايا، فهي ما كانتش عاشت الدور ده قبل كده. هي في الاول ما كانتش موافقه، وبعد كده قعد يلح يعني، يقول لها هنبني سوا، وانا واللي انت اتحرمت منه انا هديهولك. اللي توقعناه لقيناه، يعني احنا برضو توقعنا ان السن برضو 4 5 سنين كتير. الموضوع بدأ مثلا بمشكلة بسيطة، بعد كده بتتطور قلة أدب بقى وضرب وكده. بس عشان العيال كل حاجة كانت بتعدي. ما حسيتش من ناحيته باي عاطفه ولا اي حب ولا اي حنان ولا اي حاجه. جوازه فاشله. احنا رحنا نصور معاكم التقرير على اساس انه انت وزوجك هتطلعوا في الحلقه، ووصلنا لهناك وعرفنا انه صار خلاف بينك وبينه. ايوه، في خلاف بيني وبينه. السبب؟ ما فيش تفاهم. هو فرق السن قد ايه بينك وبينه؟ حوالي 5 سنين. 5 سنين. الخلاف على ايه؟ حضرتك هو يعني بحس ان هو مدلل كده، عاوز اناني شويه. يعني عايز كل حاجه اعملها له، كل حاجه. ما فيش يعني ما بيحسش بالست اللي قدامه، ما بيحسش بالانسان اللي قدامه. طب انت تجوزتيه اصغر منك ليه؟ انا كنت متجوزه قبل كده. نعم. وجوزي توفى في حادثه. الله يرحمه. وانا ما كنتش عندي اطفال. نعم. فلما جه جوزي يتقدم لي بعد ما جوزي ما مات، حس يعني هو كان بيهيأ لي ان انا هبقى مبسوطه وكويسه معاه وهتجوزه بقى، ومش عايزه بقى يعني اخد واحد متجوز قبل كده او حاجه. طيب ما فكرتيش بفارق السن؟ يعني انه انت عم تتجوزي واحد اصغر منك وما فيش علاقه حب، يعني حد تقدم لك، يعني ما فيش علاقه حب لتضمن الاستمراريه. طيب ما خفتيش من العامل الفارق السني ده؟ هو قال لي ان هو مش فارق. هو قال لي ان هو مش فارق. حاول ان هو يقنعني، يعني ايه يعني 3 4 سنين مش مشكله، 5 سنين مش مشكله. ان هو هيساعدني وهيبقى كويس معايا وكده. بس بعد كده تعرفتي عليه فين؟ والله هو كان شغال معانا في الشركه. كان شغال معانا. جوزي كان صاحب شركه وكان شغال معانا، وكنت انا عارفاه كويس وكل حاجه. ما كانش كده، هو كان كويس. طيب الخلاف اللي حصل اخيرا قال لك ايه؟ والله احنا كنا دايما ما كان بيتخانق معايا وكده، والناس مثلا بتتدخل، كان بيقول ان هو يعني متجوز واحده اكبر منه. فدي كانت حاجه بتضايقني. كان دايما لما يكون في خلاف يقول لي انت صغيره، يعني انت فاكره نفسك صغيره. كنت بتضايق. ما كنتش تجاوبيه؟ لا، كنت بجاوبه. كنت تقولي له ايه في الموضوع ده يعني؟ لا، ما كنتش برد عليه. كنت بسيبه. يعني ما انت اللي اتحايلت في بالي. يعني انا كده دلوقتي بقيت انا عندي 45 وعاقله وكده. جبتي ولاد منه؟ جبت 3 اطفال. بتحبيه؟ لا، ما بحبوش. قسوته خلتني ما احبوش.
يعني الكلام ده اذا كان في ممكن لحل المشكله. لا مفيش حل للمشكله ولا حاجه. وصلت صار في طلاق؟ انا مش مبسوطه معاه ومصممه على الطلاق. ايه الحاله اللي شايفينها قدام؟ طبعا الحالة واضح جدا انها ملهاش علاقة بموضوع السن، انما هو كان بيستغل موضوع السن للضغط عليها وابتزازها واستغلالها، يعني مش واضح طبعا. لا في حاجه هي ما قالتهاش، بس يعني ضمن الريسيرش اللي اتعمل في مكان ممكن كان هو بيبص لبنات اصغر منك في السن. اكيد يعني يعني تحليل ولا اكيد؟ لا ممكن يكون ندمان، ممكن يكون ندمان لو اتجوز. ممكن دي انا بحسها كتير، انه ندمان انه اتجوزك وحابب يتجوز واحده. طب عرض عليكي مثلا انه يتجوز واحده تانية عليكي؟ لا اصغر منك؟ لا خالص. اتفضلوا. شوف الطلاقات بتحصل لأتفه الأسباب ولأعقد الأسباب. فأنا ما أقدرش أقول إن سبب هذه الحالة إن فرق السن، لأن هو اتجوزها وعارف إن في فرق السن وقال لها من البداية إن مش دي المشكلة. ممكن ده يحصل مشاكل تانية ويغطي بهذا الموضوع. بس احنا اتفقنا على حاجة، يعني لما واحد، يعني الكلام اللي قلته مع مي لما قلت لها إنه دلوقتي اتجوزك لأنه حبك، بس بعد 5 سنين 6 سنين هيشوف الست اللي قدامه هي غير اللي كان حاببها من 5 سنين. يعني مش هتقدر تمشيه، تلبي رغباته، تعمله اللي هو عاوزه. هيبتدي يبص الست اصغر منه. فممكن الحاله دي اللي كنا بنتكلم عليها. لا معلش، ليه بتفترض سوء النيه؟ ليه تفترض ان هي مش هتقدر تلبي رغباته؟ ده افتراض، ولكن انا بقول الافتراض ده اللي اتكلمت معاكي فيه ممكن ينطبق في حالة إلهام. أولا أنا أصلا شايفة شكلها مش باين عليه 45 سنة خالص، ما شاء الله. مش مهم أنت، المهم هو شايف إيه. هو شايف إيه؟ هو أعمى يروح يتعالج. هو اللي اختارها بإرادته ومحدش غصب عليه في المبررات كتيرة. المبررات كتيرة إن أنا أتخانق أو أعمل مشكلة في جوازتي لا ليها نهاية. يعني ممكن يقول لك أكلها وحش، مش عارف الريحة، يعني ما في أي واحد عايز يتطلق هيتطلق. بس هو كان دايما بيعيرها بالسن، لان ده عارف ان المجتمع بيسيب هذا الموضوع فبيستغلها كل شويه. لكن طب ما انت عارف ان في فرق سن واتجوزت على اساس وخلفت 3 عيال، يعني انت ما كانش عندك مشكله. انه ندمان على ده. شوفي اللي عايز يتطلق ما عندوش يعني مش مستني مشكله. عايز اعمل لك مشكله، اعمل لك مشكله من اول الصعب الاسرائيلي. هو عاوز يتطلق ولا انت عاوزه تتطلقي؟ انا اللي عايزه. هي اللي عاوزه تتطلق. طيب مش هو. يبقى ما هو ايه، مش مبسوطه. خلي بالك ده مش حاجه وحشه. مستوى يعني معدلات الطلاق في مصر وصلت ل 40%، وهذا ليس سيء. ليه؟ لان كان ممكن تظل في زيجه فاشله وتعيسه وانت قاعد، لان المجتمع بيقول لك افضل موجود عشان العيال، عشان مش عارف ايه. دلوقتي بتقول والله انا ليه هنكد على نفسي؟ ليه ما اشوف حاجه جديده؟ اذا كنت انت مش مبسوط معايا ولا انا مبسوطه معاك، اشوف حاجه حالي تاني. هي كان ليها سابقه قبل كده، هوت ان كان عندها تجربه قبل كده واصبحت ارمله، تزوجت ومش نافع الجواز، خلاص اديها فرصه 3 4 5 6. المجتمع المهم يبطل يتدخل في السعاده الفرديه لكل واحد. لما هتتجوز هيقولوا لك اتجوزتي دي ليه؟ لما هتطلق هيقول لك اتطلقت ليه؟ المجتمع طول الوقت عايز يلك ويعجن ويقعد يتسلى في سعاده الناس. كمان مش قادرين نشيل السبب فارق السن هنا. يعني انا مصر انه فارق السن. لا الحب ملوش سن. الحب ملوش سن. خش عليه. الحب ملوش سن، بس الحب بيتغير مع الوقت، يا بيكبر يا بيقل. يا استاذ توني، عايزه اقول لحضرتك ان التقدير ما دام موجود والاحترام، ما دام انا بحترمك انا هقدر احسسك بكيانك وبشخصيتك، وما دام الحب موجود انا اقدر احسسك ان انت عنصر رقم 1 في حياتي. وبعدين صدقني انا ممكن اتنازل عن اي حاجه عشان خاطر جوزي. في فرق سن. مفيش العلقه دي. ايوه علقه يا سخنه. في فرق سن، مفيش فرق سن. كده العلاقه اول ما البيجامه بتتلبس والباب بيتقفل، العلاقه الزوجيه بتاخد شكل تاني غير سيو والحاجات الظريفه اللي بتبقى الناس فاكره انها هتعيشها. يعني
النزول على ارض الواقع في العلاقه الزوجيه مهم جدا. طيب ما ده اللي بنقوله. لا ما هو انت بقى مين بقى اللي يفهم؟ فاكره قبل الزواج لما لازم اتجوز شاف حاجه تانية. لا انت لازم تفهم ازاي هتتعامل لما تشيل المسؤوليه، لما تبقى في المسؤوليه بقى مالهاش علاقه بالسن خالص، ليها علاقه بانا وانت وبس. استاذه، لا انا عايزه اقول الحقيقه، عاوزك سؤال دلوقتي. لا انا فعلا انا عايزه اسالها، يعني انت بتقولي ما بحبوش والنهارده عايزه تتطلقي منه، طيب خلفتي منه 3، يعني 1 2 3، ازاي؟ قطعا كان في مشاعر. الزواج بيحتاج الى حاجه مهمه جدا، الايجاب والقبول. هل انت رغمتي على الزواج منه؟ لا طبعا. هل انت كنت مضطره الى الزواج منه؟ لا 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 انا وبالتالي فقتي فجاه وعايزه تصلحي الغلطه اللي ارتكبتيها؟ لا، العنف بتاعه ومد ايده والشتيمه والكلام ده هو ده اللي بيأثر. ده موضوع تاني بالظبط، ما هوش ده موضوع تاني ملوش علاقه بالسن. لا السن، لا انا مش فعلا انا ده ابتدى يعمل كده من امتى؟ مش عمره ما كان السن، من اول ما اتجوزنا. من اول يوم اتجوزتوا فيه؟ من اول ما اتجوزنا. مش بعد فتره زمنيه؟ لا لا. انا بس عايزه اقول الحقيقه، لما بيبقى في اطفال لازم الام تفكر في ابنائها قبل ما تفكر في نفسها، لانها طالما انها انجبت كذا مره فلازم فعلا تراعي الاطفال دول. انت اللي طالبه الطلاق ممكن تصلحي، اذا كنت اكبر سنا هتبقي اكثر نضجا وعقلا وحكمه، وممكن تصلحي الامور بدل ما تلجئي للطلاق، وده ابغض الحلال. لا وبعدين العيال هيبقوا هم المأساة. العيال هيشوفوا ابوهم بيضرب امهم، ده خطأ. هيطلع لي اولاد بيضربوا اهلهم، بيضربوا زوجتهم ويضربوا كل حد. بالعكس، لما هتطلق هتنقذ اطفالها وتنقذ نفسها وتنقذ هو. اذا كان هو مش عاجبه خلاص اشوف حاجه ثانيه. الحل الوحيد لما يضربك اضربيه. ساكته ليه؟ لا لا هو ده مش حل كمان. انا بس عايزه اقول حاجه، والله العظيم في واحده عملت دراسه على الاطفال اللي الاب والام اتطلقوا، قالوا الاطفال اجمعوا على ان يا ريت كانت حياتهم استمرت حتى مع المشاكل الرهيبه اللي كانت بتحصل، طبعا، لان نتائج الطلاق فظيعه. وعايزه اقول لحضرتك حاجه، الطلاق هو سبب الادمان، هو سبب الانحراف، هو سبب كل المشاكل المجتمع، هروب الاطفال من للشوارع، كل ده من تحت راس الطلاق. طبعا العنف ضد الزوجه شيء مقزز وحقير جدا، لكن لازم نعالجه بطرق مختلفه غير الطلاق. يعني نلجأ للخلع وخوفيه، قولي له هخلعك. اي راجل تقولي له هخلعك بيحس انه اتهزق وان كرامته اتمسحت بالتراب. يلا حرضوا ارفع قضيه خلع، مش تقولي له حرضوا علينا ارفع قضيه خلع عليه، حرضوا علينا. بعد الفاصل نتابع مع ضيوفنا. تفضلي ست إلهام. جنب اخواتك. ايضا لدينا تقرير اخر يمثل علاقه من نوع اخر. ابقوا معنا.